واحدة بتقول أنا متجوزة بقالي 2 وبعد أول أسبوع جواز جوزي خني مع اللي كان يعرفهم، لدرجة إنه جاب ست كان بيكلمها يوم فرحي وفضل على علاقة بيها حتى بعد الجواز، وبعدين اتعرف على بنات وستات جديدة وهو شماس وبيتباهى بالبنات اللي يعرفهم قدام أصحابه. قاومت لحد ما في مرة انفجرت وقلت الأب اعترافي، وساعتها قابله وهو بكى وندم، وبعدها رجع يكلمهم تاني، ولقيت حد بعت لي صورة مع واحدة كان يعرفها زمان وقابلها بعد ما اتجوزنا. حسيت بطعنة في قلبي، واجهته وكنت عايزة أنفصل، وبعدين تعبت تعب شديد وده قلق أهلي وأهله علينا، وساعتها خفت عليهم. لكن المرة الثالثة لما شفت خيانتي بعينيا ما بكتش ولا حتى غضبت، حسيت اني مش منتظرة منه اي حاجة ومبقاش فارق معايا يحبني ولا لا، بس بيتحرق قلبي لما اشوفه بالليل بيكلمهم والصبح يلبس التونية ويقف شماس. بحسه عايز يشوه رجائي بربنا وكأنه بيقتلني في كل ليلة، لكن انا شماس وكمان ربنا قابلني وبقف في الهيكل، وانت اللي واقفه بعيد بتعيطي في كل قداس ومحدش سمعك. انا مش عارفه اعمل ايه، انا لا بقيت مصدقاه ولا بقيت عارفه اشتكي لمين، ويوم بعد يوم ما بقيتش قادره اتعامل معاه، بستخدم مليون حيله عشان ما يحسش ان انا عارفه، عشان ما بقاش مهزأة في عينيه اكتر من كده، بس انا حاسه اني بنتهي. انا حاولت اغير من نفسي وبقيت اقرا الشات بتاعه معاهم عشان اعرف هو بيحب ايه في الستات دي بالظبط واحاول اعمله، لكن مفيش فايده. تعبت لدرجه اني بدات اتشد لاي قصه حب، وحسيت ان بسبب الفراغ ده ان شكل حياتنا من بره جميل بس من جوايا مضلمه. وبفكر اوقات افتح ملف عشان ننفصل وانا معايا كل الاثباتات، سكرين شوت او تسجيلات او صور. ساعات اصلي لربنا يبعت بيبي يشغلني عنه بدل ما اختصر حياتي في الشغل. ساعات بفكر اشتكي واعرف الناس اللي بيعملوا ممكن ارتاح ويبطل يعملوا، بس انا فعلا بقيت مهزأة وسهل اتخان، لاني سامحت مرة واثنين وثلاثة ما قبلتش ان انا افضحه قدام اهلي واهله، لاني ما سبتش البيت وعاقبته. انا واقفه مشلوله وما قداميش اي حلول ولا خيارات، ارجوك قول لي اعمل ايه. بص يا بنتي، لو فعلا في خيانه والخيانه دي بلا توبه، لك كل الخيارات، لأن الرب المجد يسوع اللي خلق الإنسان وعارف تكوينه النفسي يعلم تماما إن أصعب حاجة على النفس هي الخيانة، خيانة الزوجة لزوجها أو خيانة الزوج لزوجته. وبالتالي كل الخيارات من حقك. يبقى من الناحية الروحية الكتاب المقدس ووصية المسيح بتقول أنت عندك أدلة وعندك صور وعندك شاتس وعندك كل ده، يبقى من حقك الانفصال، ده من حقك. بس انت عاوزه ايه؟ ده اللي انت هتختاريه مش انا، ده اللي هتختاريه مش انا. اما بالنسبه ان هو بيعتقد انه مظبط الدنيا، ان بالصبح شماس وبالليل في الخطيه، طبعا ده انسان مخدوع من الشيطان خدعه كبيره، والدنيا اللي لابسها وهو شماس هتدينه امام الله. الإنسان ما يستهترش. إذا كان ربنا يا ابني صابر عليك لغاية دلوقتي يمكن من أجل طول أناته، لكن طول أنات الله عليك زي ما بيقول بولس الرسول إنما يقتادك إلى التوبة. بيقول لك مطول بالي عليك، بس احذر يا ابني غضب الله لأنك أنت مش قده. الدنيا اللي انت لابسها هتدينك امام الله. انت عايش في ازدواجية قد يكون وراها مرض نفسي انا مش عارف، لكن لو انت انسان واعي للي انت بتعمله، اوعى تفتكر لما بترد جوه الهيكل مردات الهيكل، وابونا بيقول ان القدسات والشمامسة بيقول والشعب يقول ان القدسات تعطى للقديسين، انك مستحق اساسا تتناول. عارف يا ابني،
لو كنت انت قلت ان انا مش قادر اتناول لان انا ماشي غلط، على الاقل كان يبقى فيه ذرة من الوعي الروحي وذرة من الاحساس ان انا ما استاهلش وانا بغلط ان انا اتناول. لكن تغلط وتستبيح الخطية والخيانة وتخش تتناول بجسارة وترد مردات شماس الهيكل على الأب الكاهن. فين مخافة الله؟ فين محبة الله؟ فين إحساسك بإنسانة مكتئبة بسببك أنت، وربنا كل دمعة مكتومة جواها حاسس بيها وبغضب؟ والله يطيل أناته عليك يا ابني. اوعى تفتكر لقب شماس هيدخلك السماء، واعرف كويس قوي ان اللي بيتناول ومستمر في زنا، مش عارف اقول ايه، الايه بتقول يكون مجرما في جسد الرب، يعني بياخد دينونه فوق دينونه، لانه كانه بيطلع لسانه لربنا يقول له مش هاممني اعمل اللي اعمله. لا يا ابني، انا خايف عليك، خايف عليك من مصيرك، وخايف عليك من نهايتك، وخايف عليك من ضلالك لنفسك. امال مين اللي اتقال عليهم يشربون الاثم كالماء؟ بيشربوا الخطيه بالكوبايه ومش حاسين ان هم في خطيه. ازاي ترد في المردات وتقول يا رب ارحم وانت لا تحيا التوبه؟ ازاي تقول اجيوس اجيوس اجيوس، يعني بتتكلم مع ربنا القدوس وانت تحيا النجاسه؟ لا يا ابني، لازم تخاف، لازم تخاف، لأن ربنا وإن كان يطيل أناته ولكنه إله عادل، وأنا خاف عليك من عدل الله لأني بحبك وإن كنت لا أعرفك، ولا أتمنى أبدا أنك تكون في مواجهة مع الله. أما أنت عندك كل الخيارات. بص يا بنتي، انت قلت كلمة خوفتني، انت قلت انا ابتديت بدور على عاطفة بره او حاجة حب بره او حاجة زي كده. اذا كنت هتوصلي لكده هتقعي في الغلط. يبقى افضل انك تنفصلي ويكون ليكي فرصة في الجواز عن انك انت تكملي في حاجة غلط زيه وتقولي ما هو ابتدى بقى وانا اعمل ايه، ما انا مرأة وعندي احتياجاتي. لا، افضل انك تنفصلي وكان عندك فرصة تانية في شريعة المسيح على انك تجاري الغلط قدام احتياجك بغلط اكبر. فانت حرة، يا اما هتقبلي تعيشي معاه ومش عاوزة تزعلي اهلك ولا عاوزة تزعلي اهله، بس انا خايف على طاقتك النفسية الى اي مدى تحتمل والى اي مدى تكتئبي والى اي مدى تتعبي. فارجوكي ارجعي لاب اعترافك واحكي كل حاجة بوضوح، ولو مش قادرة المسيح بيديك الحق. لكن أنا مش عاوز أضحي بنفسيتك ولا تحت الضغط تغلطي كمان سنة ولا 2. الاتنين دول مش هيبقوا مبرر أمام الله إن إحنا نعالج الغلط بغلط بحجة إن هو اللي ابتدى. يا ريت يا بنتي تكوني فاهماني. أنا بحب ولد قدي في السن وإحنا في كلية عملية وفي آخر داخلين على آخر سنة في الدراسة. هو إنسان ابن ربنا جدا وصفاته حلوة جدا ومناسب. حصلت حاجة خلتني مصدومة فيه. قلت له إن أهلي مش موافقين غير إنك تتقدم بعد الامتحان ما نخلصه، يعني قدامنا سنة. وسهلت له الدنيا خالص وقلت له أنا هشتغل وإنت تشتغل والدنيا هتمشي وأهلي بيحبوه، مع العلم إن معاه شقة متشطبة وعلى العفش وكمان محوش فلوس. بس قال لي إننا هنحتاج أهالينا وأهله رافضين يساعدوه غير بعد ما يخلص تماما. كان الأول موافق، ولما قال لأهله رفضوا خالص وقالوا له مش قبل ما تخلص، وكاتبة اسم السنة يعني اللي هي آخر حاجة في البكالوريوس. بصي الحقيقة يا بنتي، انت بتقولي أنا اتصدمت جدا. قلتي إن أهله، قلتي كده على أهلك، أهلك مش موافقين غير إنك تتقدم. طيب وهو أهله مش موافقين إنه يتقدم، فأنت ليه اتصدمتي؟ الحاجات دي فيها وجهة نظر. أهلك ليهم وجهة نظر وأهله ليهم وجهة نظر. فإذا كنا هنحترم وجهة نظر أهلك يبقى لازم نحترم وجهة نظر أهله.
هم شايفين ان التوقيت ده مستعجل، لسه ما مسكش شغل، لسه ما مسكش مرتب، لسه ما مسكش حاجات كتيرة قوي. فليه نعمل الارتباط دلوقتي؟ ما نستنى لغاية لما نتخلص ونشوف حتى اذا كانت الكلية بتاعتكم فيها جانب تدريب عملي، او نخلص التدريب العملي، ولا ايه اللي هيحصل بالظبط. فانا شايف انك انت اللي حطيتيه في زنقة، قلت له يا كده يا اهلي مش موافقين. طيب اعمل ايه؟ ما انا كمان عندي اهلي واهلي مش موافقين. فانت غلطانه انك تقولي اتصدمت فيه. هو الحقيقه انت اللي كانت توقعاتك عاليه انك تقولي له اهلي مش موافقين، يقول لك خلاص وانا اهلي موافقين. طب ما هو يعني ما هو برضه هو ما يقدرش ياخد قرار من غير اهله. فانا شايف ان مالكيش حق خالص في كلمه انا اتصدمت فيه. انت الحقيقه اللي توقعتي حاجه مش من حقك تتوقعيها، لان في وجهتين نظر في الموضوع، وجهه نظر اهله ووجهه نظر اهلك. فانا مش شايفه غلطان خالص يا حبيبتي، وانت اللي تراجعي حساباتك. ومتهيألي ما جراش حاجه لما تستنيه شويه لغايه لما ياخد رضا اهله. حد بيقول اسمح لي بسؤال يا ابونا، لماذا بعض الكنايس لا تسمح للطلبة المغتربين من الصعيد بالدخول في أنشطتها، خصوصا عندما تكون الخدمة ليست كما هي التي في القاهرة؟ مع العلم ليست كل الكنائس القاهرة بتقدم نفس المستوى مع مراعاة المنطقة وثقافتها، لأن في منطقة شعبية غير لما تكون منطقة هاي شوية. ممكن عشان النظام، ودي حاجة تحترم وصح، بس أحيانا النظام والروتين بيكون عائق للإنسان. شكرا جزيلا. بص يا حبيبي، أنا لا أعتقد أبدا إن في كنيسة هتقول لحد لأ ما تجيش تحضر اجتماع عندنا. بس في فرق إنك تحضر اجتماع وإنك أنت تخدم، فرق كبير قوي قوي. فأنت ممكن تحضر أي اجتماع وتقول لهم أنا عاوز أحضر اجتماع عندكم وانضم لأحد الاجتماعات، هتلاقي الكنيسة بتقول لك روح الاجتماع الفلاني واحضره. ما دام أنت مغترب تعال احضر عندنا أي اجتماع. لكن تقول إن أنا أخدم، الحقيقة لأ، ما اقدرش اقول انك انت تنفع تخدم، لان ممكن الخلفية اللي انت جاي بيها من الصعيد لا تناسب شباب القاهرة. يعني انا هقول لك حاجة من غير حساسية، انا ما ينفعش اخدم في امريكا. ليه؟ لان انا حاسس مثلا ان افكاري وطريقتي واسلوبي ما ينفعش اخدم بيه في امريكا. او علشان اخدم في امريكا لازم اعيش في امريكا 4 5 سنين، افهم الولاد الامريكان بيفكروا ازاي، بيخرجوا ازاي، بيتفسحوا ازاي، القوانين هناك بتدي اي حقوق وبتمنع اي حقوق، ايه هي الواجبات. يبقى لازم افهم. فانت عشان تيجي من الصعيد وتخدم في خدمة في القاهرة، وخاصة بتقول في الكنايس اللي ممكن تكون هاي شوية، لا، ده حتى ممكن اللهجة بتاعتك لو صعيدي الولاد يتريقوا عليك. انا بكلمك بصراحة ودي ما فيهاش زعل. بس يا حبيبي انت ممكن تشترك في اي انشطة وممكن تشترك في اي اجتماع وتحضره، لكن حكاية انك تخدم دي بتبقى كل كنيسة ليها اولوياتها. يعني مثلا الكنيسة عندنا علشان تخدم عندنا لازم تكون انت حاضر اعداد خدام عندنا. تقول لي طب عاوز اخش اعداد خدام، اساسا ما بيخشش اعدام خدام عندنا الا واحد احنا مربيينه من صغره وعارفينه في ثانوي كان بيحضر ايه وما بيحضرش ايه. لكن اي حد يقول انا عاوز اخش اعداد خدام واخدم، احنا مش عارفين خلفياته ولا عارفين طريقة تفكيره ولا عارفين اسلوبه. ودي حاجة ما تزعلش، لان مش ممكن هنجامل الخادم على حساب المخدوم، لان المخدوم هو التارجت، المخدوم هو هدف الكنيسة. فدي ما فيهاش زعل. يبقى تحضر اجتماع من عينينا. بعض الأنشطة بتاعت الاجتماع زي رحلات والى آخره ممكن جدا، مؤتمرات بتحضر، لكن تخدم لا، ما اعتقدش. اعتقد هيبقى في فرق شوية. صحيح يمكن كلامي صادم قوي، لكن في خدمات عامة وفي خدمات التعليم. ممكن تخدم خدمات عامة لكن عشان تعلم جوه الكنيسة وتبقى خادم جوه الكنيسة عندنا دي بتبقى صعبة شوية. أرجوك يا ابونا توضح ليا، هو لو الواحد اشترك في المسابقات اللي ممكن تكون الجوائز بتاعتها جوائز نقدية أو أشياء عينية وبتنظمها جهات معروفة وكبيرة مثلا زي الأسواق الحرة اللي ممكن تشتري وتدي لك كوبونات وتعمل على السحب دي كوبونات، هل ده غلط ولا حرام ولا لا يليق؟ لا، الحقيقة في كل اللي انت قلته مفيش حاجة غلط. الأسواق الحرة دي عاوزة تزود مبيعاتها، فبتقول لو انت مشترياتك أكتر من $100 هتخش في سحب ممكن تكسب غسالة، وماله، مش غلط انك تعمل حاجة زي كده، مفيش أي شبهة
ان ده غلط يا حبيبي. في حد بيتكلم على أزمة مرت بيه، بيقول أنا بس هقول شوية تواريخ عشان يعرف إن السؤال ده بتاعه. بتقول: أنا باعت كامل بياناتي، أنا بطاقتي متوقفة أمنيا من سنة 2006 ومرفق صورة، ومن هذا التاريخ وأنا أحاول بكل طاقتي حل هذه المشكلة، ورفعت قضية بمجلس الدولة ومرفق صورة، وهذه المشكلة استنزفت مني أموال كتيرة ولم تحل حتى الآن، وما دفعني لإرسال هذه الأمور أن الأمور المادية كانت ميسرة، ولكن الآن بعد العذاب والجري أصبحت الأمور تزداد سوءا. بص يا حبيبي، إذا كنت بتتكلم على مساعدة مادية فالكنيسة ليها نظام. أول حاجة تروح للكنيسة بتاعتك اللي هي نمرة 1، تقول إحنا كنيسة مش هنقدر نساعده ماديا. نمرة 2، في استمارة اسمها استمارة قداسة البابا لطلب المساعدة، بيختمها وكيل المطرانية وبيكتب فيها ملخص للقصة بتاعتك، وممكن ساعتها تتوجه لينا أو تجيلنا جواب من أب اعترافك نموذج طلب المساعدة، اللي هو يعني أنا باجي للكنيسة بقول إن كنيستي أنا مش قادرة تساعدني أو ليها أسباب لعدم المساعدة، وساعتها بنبحث الحالة. فمساعتها ممكن نساعد، طبعا ممكن نساعد، بس لو سمحت نمشي في النظام اللي حطاه الكنيسة.